مساء الخير يا جماعة. معاكم أحمد البربري من أونلاين هومز استوديو. معانا ضيف عزيز علينا جدا النهاردة من سيف جروب، مستر وليد هويدي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. حابين نتكلم مع حضرتك عن الاستثمار العقاري في اسكندرية حاليا، في التطورات اللي اسكندرية بتشهدها في مشروع صواري والمشاريع الأخرى وكل اللي بيحصل في اسكندرية ده. أنا حبيت إن أنا أستضيف حضرتك مخصوص عشان عارف إن حضرتك عندك رؤية كبيرة جدا بالاستثمار. نبتدي أولا الاستثمار العقاري في مصر عموما وفي اسكندرية بالأخص حصل فيه طفرة في الفترة اللي فاتت، وطفرة كبيرة. مظبوط. مشاريع جديده، تنوع المشاريع، منتجات جديده. احنا يعني بنقول ان العقار منتج في الاخر. مظبوط. في اندستري، في يعني اسمها العقارات او الريل استيت. تمام. فابتدى النهارده يتقدم برودكتس جديده، مش شقه، لا، بقى في لايف ستايل، بقى في اسلوب حياه، بقى في بنتكلم على فيلات بنظام معين من الاي فيلاز اللي مش عارف ايه في القاهره، وابتدى وبدات تتنقل اسكندريه، وبدات تتنقل في اسكندريه. من النهارده بنتكلم على مشاريع بتبص خارجيه وليها مش عارف، بنتكلم لوكيشنز، بنتكلم على لاندسكيبنج، بنتكلم على تاورز، بنتكلم على الشكل العقار التراديشنال اتغير في الفتره اللي فاتت. اسكندريه بالذات بقى بالتحديد كان ليها مشكله تفرق مثلا عن القاهره، هو الامتداد العمراني بتاعها. انه هتروح فين في اسكندريه؟ تطلع بره فين؟ في اسكندريه قفلت وقعدت فتره طويله بتتوسع راسي مش افقي. ليه؟ لانه مفيش. وبدات مشاريع، يمكن من اول مشاريع الناس تتجه مثلا للكينج وتروح تاخد في كذا، وفي مشروع كبير ابتدى عمل فيلات، وده كان اول مشروع يمكن يطلع بره اسكندريه. لغايه لما من 5 سنين تقريبا، او من 3 سنين او 4 سنين، بدات نتكلم على حدود اسكندريه الخارجيه او الاوتسكيرتس بتاعت اسكندريه، اللي كان ابتدى يبقى في مناطق تم ازالتها وتم تحويلها الى امتداد ومستعده للتطوير العمراني يعني. وبدات فعلا، وبرضو اتعرض فيها برودكتس او منتجات جديده على اسكندريه، بالذات على اسكندريه. منها الابراج طبعا بتاعت ووتر فرونت، منها طبعا يعني ابراج ووتر فرونت، ومنها اللي هي منطقه صواري، اللي انا بعتبرها من اميز المناطق الجديده في اسكندريه. والدوله حط لها توسع كبير ووفرت لها امكانيات كتيره الحقيقه، وعملت تسهيلات كويسه للمطورين. فده كان شيء جيد. الاستثمار العقاري عموما هو استثمار آمن واستثمار جيد، وخصوصا انه زي ما قلنا في منتجات جديدة، وفي عروض جديدة، وفي تغير في شكل العقار وفي الاسلوب الحياة. تمام. ان احنا بنقول استثمار جيد، بس في كل استثمار جيد سواء في العقار او غير العقار في الاستثمار الافضل داخل هذا القطاع، التميز. وهنا بنتكلم عن المستثمر الذكي بقى. كويس. يبدأ من انت بتشتري من مين، ايه السي في بتاعته. صح. اشتري من مين غير لما اشتري بالظبط. بتشتري من مين. النهارده في كم ضخم جدا من العقارات، من المطورين العقاريين في مصر كلها، مش بس في اسكندريه. منهم ناس ليهم تاريخ يمتد الى 40 و50 سنه و30 سنه، ومنهم ناس برضو كويسين بس لسه بادين بقى لهم 4-5 سنين، والمشاريع لسه ما لهمش، ما خدوش خبره سي في جنب الناس اللي بقى 40 سنه. تمام. فده بيفرق. في نفس الوقت الخبره شيء والسمعه شيء تاني. مظبوط. تمام. لو جينا اتكلمنا على مثلا سيف جروب، المهندس علي سيف، المهندس علي سيف ليه تاريخ. تمام. وتاريخ ممتد اكتر من 40 سنه في اسكندريه وفي العقارات. مظبوط. بأنهي سمعه هي دي الاهم. صح. وبأنهي مستوى من العقار
وده المهم. البرودكت اللي بيقدمه مختلف تماما، وبالتالي له سمعة وله اسم كبير. فبنقول انه يعني مجموعة سيف مهندس علي سيف تاريخ وسمعة في العقارات المتميزة. يعني ايه عقار متميز؟ يعني يختلف عن الآخرين. أنا النهاردة بستثمر في العقارات العادية، هدفع النهاردة جنيه، بعد 3 سنين هيبقوا جنيه ونص. احنا متفقين مستر وليد ان الاستثمار في العقارات هو افضل استثمار. ما احنا بنقول افضل امن وافضل استثمار. تمام، بس مش كله زي بعض. احنا هنا بنقول ايه؟ المستثمر الذكي. ايوه، بنبدا بنقول ايه؟ انا بستثمر عند مين وليه؟ طيب اللي انا بستثمر عنده ده ممكن يكون عنده كذا مشروع. انهي مشروع بقى المتميز؟ بمعنى لما اجي اقول ووتر فرونت، مشروع صواري، خلاص. طيب اسكندريه مليانه مشاريع، صح؟ كويس، وكلها مشاريع جديده وكلها في مناطق جديده. في مشاريع متميزه لان المنطقه اللي هي فيها متميزه، هي المنطقه اللي علت المشروع كذا. لانه انا مثلا لو النهارده في صواري، ممكن تكون صواري النهارده اعلى استثمارا من المناطق الاخرى لموقع صواري المتميز في اسكندريه كلها. طيب بس جوه صواري مش كله زي بعض. هو تقريبا كله زي بعضه. انما لما نقول انه مشروع ووتر فرونت متميز، ليه؟ لانه ليس له مثيل. بمعنى انا النهارده انا بتكلم من اسكندريه لغايه العلمين واسكندريه كلها، مظبوط، تمام. لا يوجد مشروع ابراج بهذا الحجم، ارتفاعات 28 و29 و30 دور. انا اظن سان ستيفانو هو الوحيد في اسكندريه اللي ممكن، بس وسان ستيفانو طبعا اتباع وخلص وخلصنا ويعني انما احنا بنقول هو سان ستيفانو هو مع طبعا ومشروع محترم وضخم جدا. النهارده بتتكلم ووتر فرونت، هذه الابراج بالارتفاعات دي مش موجوده. طيب بالموقع ده مش موجوده. النهارده على بحيره مريوط مباشره، الابراج على البحيره، طبعا فيوهات واطلالات بتاع من 360 درجه. عندك البحيره، عندك اسكندريه من الادوار العليا، انت بتشوف شايف اسكندريه كلها قدامك والسكاي لاين بتاع البحر، صح؟ واخد بالك؟ طيب ده من حيث الموقع واللوكيشن. طبعا انت 5 دقايق بتبقى في داخل اسكندريه، ربع ساعه بتكون على طريق دخلت الساحل، او نص ساعه بتاخد الطريق المحور الجديد او المحاور الجديده. انتوا مستر وليد لما خدتوا الارض الداخل صواري كان قدامكم اكتر من مكان؟ طبعا لا احنا نقينا المشروع ده لان هنا التميز. خلاص، لا اخترتوا الموقع ده بالظبط لان ده الموقع الوحيد اللي على البحيره بالكامل. المشروع كله على البحيره بالكامل وده المشروع الوحيد اللي واخد تراخيص بالارتفاعات دي. الميزه برضو، ودي نرجع بقى لميزه المطور، قوته والفكر بتاع المجموعه اللي معاه وهو المهندس علي سيف، وانه هنعمل ايه؟ ماشي، خدنا ابراج حلوه، الابراج جدا، هنعمل حاجه زي ايه بقى الموضوع؟ طيب احنا النهارده في ووتر فرونت بنخاطب كل الناس. احنا عندنا شقق من 77 متر ل 320 متر، 77 و142 و147 و177 و191، وعندنا من الغرفه فرايتي ضخم جدا لغايه فيلات 550 متر في ادوار عليا. ودي مش موجوده في اي حته في اسكندريه خالص، تمام، ولا في القاهره. دي فكر جديد من بره، دي مش موجوده خالص، تمام. فده نمره 1. نمره 2، طيب قلنا السكن اسلوب حياه، لايف ستايل. طب الناس دي هنعمل لها ايه؟ ايه الخدمات بقى؟ طيب احنا عندنا النهارده مثلا في اريا كامله في الدور الثالث. احنا السكني بيبتدي من الثالث لان عندنا الارضي مداخل وجراشات، والاول والثاني ستريب مول مفتوح، ده خاص بالملاك.
لا ده مول، ده مول كامل، مول كامل مفتوح. مساحه ضخمه وكافيهات ومحلات وكل حاجه. ثم الدور الثالث دي الاريا المخصصه للملاك اللي هي فيها حمامات سباحه، فيها جيم، فيها كافيهات، فيها كيدز ارياز، فيها الكلام ده. دي حاجه خاصه بالملاك بس. تمام. وبعدين احنا يعني الابراج ليها سيستم. الابراج غير العمارات اكيد مختلف. تمام. انت الامان والحريق وحتى الشوتس بتاعت الزباله والكلام ده وزائد الجراشات. يعني الحقيقه احد المشاكل في صواري هو الباركينج، لان ما فيش حد عنده باركينج. صح. انما احنا في صواري عندنا باركينج، ومعمول حساب انه كل وحده يبقى ممكن ليها جراج الاثنين بمتوسط. فالدور البدروم عندنا بمساحه المشروع بالكامل باركينج للسكان. الدور الارضي هو المداخل وباركينج للتجاري عشان ما حدش يضايق حد. فالتصميم زي ما بقول لك كده خدنا عشان نعرف نفرض عضلاتنا زي ما بنقول. خلاص نعمل حاجه مش موجوده، حاجه مختلفه، مش موجوده، مختلفه تماما. النهارده انت عشان تلاقي جراج جوه اسكندريه كارثه كبرى، ووصلت لاسعار فلكيه. صح مظبوط. اسعار شقق اسعار شقق فعلا. يعني في صواري مفيش تقريبا مشاريع فيها جراشات. خلاص عدد الجراشات مش يعني مش هيستحمل، مش متناسب خالص. انما احنا لما بقول لحضرتك ان احنا عندنا فوق 2000 باكيت جراج، ده رقم كبير بيخدم تجاري ويخدم على السكن. في نقطه مستر وليد، يعني طبعا احنا شفنا اللاي اوت بتاع الادوار بتاع الابراج. فانا شايف ان مثلا الدور بيبقى فيه عدد 8 وحدات. الدور اللي فيه 8 وحدات فيه حوالي 6 اسانسيرات. تقريبا 6 اسانسيرات. مش شايفين ال8 وحدات في الدور ده مثلا عدد كبير من الوحدات؟ ما هو انت بتتكلم ان الدور في هذا المشروع، عشان الناس يمكن ما عندهاش تخيل، احنا الدور الواحد في البرج الواحد 2000 متر. 2000 متر؟ 2000 متر ده الدور الواحد. يعني دي عماره 5 ادوار، الدور 400 متر. يعني الدور عندنا ابدا عماره 5 ادوار، الدور 2000 متر، الدور 400 متر. يعني مساحه الدور اصلا ضخمه جدا. ضخمه جدا. فالدنيا السبيس كبير جدا، الفاسيلتيز ضخمه جدا، 6 اسانسيرات، يعني تقريبا كل شقتين اسانسير، ده اكتر كمان. مشروع بالحجم في اسكندريه يستقطب مستثمرين من بره مصر، من السعوديه، من الكويت. 30% من مبيعاتنا من بره مصر. من بره مصر 30% من مبيعاتنا من بره مصر، 36% بالظبط. احنا عندنا بيع في امريكا، عندنا بيع من انجلترا، عندنا طبعا بيع من الخليج والمصريين المقيمين، عندنا بيع من كندا. اللي بيخلي الناس اللي عايشه بره وان هي تشتري في ووتر فرونت هو ان الخدمات اللي موجوده فيه هي فعلا مش موجوده غير بره. التميز بالظبط مش موجوده في مصر. انت لما تيجي عشان كده ده خلينا نرجع للاستثمار. صح. انت حضرتك عندك لما بحط فلوسي واكون مستثمر ذكي، بلف على كل المشاريع اللي انا معايا فلوس وعايز استثمر. فالمستثمر بيلف الذكي اللي بينقي المشروع اللي هيبقى فيه اعلى عائد في الفتره الزمنيه الجايه، اللي يقدر يكسب فيه. تمام؟ عائد اعلى عائد. صح؟ اعلى عائد ده هيكون ايه؟ هو التميز. انه المشروع ده لو انا المشاريع الاخرى بتزيد مثلا بنسبه 10% في السنه، فبعد انا 3 سنين هبقى زدت 30%، وده حاجه مش وحشه. لا، المشروع المميز بيعمل 60%. ليه؟ لانه مفيش مقارنه بينه وبين حد تاني. اي مشروع تاني انا ممكن اروح اشتري في مشروع سين، الاقي شقه ب10 جنيه. طب ما هو صاد عنده شقه ب9.5 نفس زيها، يعني تقريبا قريبه في نفس الموقع، في نفس المشروع، في نفس المنطقه، نفس خدماتها. طيب. انما لما انا ببيع بقى في المشروع ده مفيش سين وصاد، في ده عامل ندره ان ده مش ب15. لان ده مش موجود زيه. ليه؟ لان ده فيه مميزات 1 و2 و3 و4 و5 و6. فما في فرق بين ان انا بسكن وفي فرق ان انا بعيش.
السكن والعيشه بقى. هو في نقطة برضك يا مستر وليد، بعض العملاء، يعني طبعا مجموعة سيف دخلت في مشروع صواري في 2022، بدأتوا إنشاءات في آخر 2022 تقريبا، و2023 كله كان في إنشاءات وفي تحرك في الأبراج وكده، بس في فترة يعني حاسس إن أنتوا توقفتوا فيها. احنا توقفنا في الفترة اللي حصل فيها اضطراب في السوق في كل حاجة، وزي ما احنا قلنا احنا مشروع ضخم جدا جدا. يعني بقول لك الدور 2000 متر في 28 دور، انت بتتكلم في مشروع سكني متكامل، صح؟ تمام. احنا اشترينا العنصر الاساسي في المباني عندنا لما ابتدينا في نهاية 22 اول 23 كان طن الحديد ب 14,000، احنا اشتريناه ب 60,000 في وقت من الاوقات. في المشاريع الصغيرة تتلم، في المشاريع الكبيرة لا، لازم تعيد الهيكلة بالأول والتاني. انت بتتكلم في مشروع بيتكلف أكتر من 10 مليار، مشروع ضخم جدا جدا. فتغيير في عنصر أو 2 أو 3 في أسعار بيغير تكلفة، بيغير هيكل تمويلي، بيغير هيكل استثماري، بيغير جدول زمني، بيغير الدنيا كلها، بيحتاج لإعادة تهيئة. فلازم يكون يتم توفيق الأعضاء، وخصوصا ان احنا عندنا شركاء مع هيئة المجتمعات العمرانية. فكان لازم نقعد ونرتب دنيتنا ونقعد معاهم نشوف الاتفاقات ونشوف الجداول الزمنية ونشوف التكلفة ونشوف النسب ونشوف كل هذا الكلام. والحمد لله احنا يعني ممكن يكون خد وقت، يعني خد معظم 24، انما كان لازم نوصل لكده. ليه؟ لان احنا ملتزمين تجاه العملاء، ملتزمين على حفاظ على سمعة. وهقول لك حاجة، احنا خلال فترة التوقف اللي توقفناه لا في هو برودكت مختلف ومطور له سمعة على مدار 30 سنة بالالتزام. والعماير بتاعته موجودة في جميع أنحاء اسكندرية ومعروفة في كل موقع مميز في اسكندرية. في عمارة مميزة اسمها عمارة سيف، صح؟ مظبوط. والاسكندرانية عارفين الكلام ده طبعا، خلاص الكلام ده. فزي ما بقول لحضرتك احنا حتى خلال فترة التوقف تمام، حتى اليوم لا تأخر قسط ولا رجعت وحدة، لأن العميل مطمن. الثقة بالظبط، الثقة. ورجعنا واشتغلنا، بقى لنا كذا شهر بنشتغل في الموقع بقوة، وإن شاء الله ملتزمين مع كل شيء. وفي نفس الوقت بنبتدي إن شاء الله نشتغل زي ما بقول لحضرتك، ونشتغل بالصح، لأن المشروع يستاهل. هو المشروع جميل، انا رحت هناك اكتر من مره وشفت مشروع مميز، وشفت اللي اوت والماستر بلان. المشروع مشروع مميز بكل شيء. انت مميز موقع، مميز عيشه، زي ما قلنا السكن شيء. اللي بيدور على شقه ممكن ما يجليش. ليه؟ لانه هو عايز شقه، اوضتين نوم و3 اوض نوم، عايز شقه ممكن ياخدها في اي حته. انما اللي عايز اسلوب حياه مختلف، اللي عايز يعيش ده اللي يجي فوق بيجي عندي. اوكي. فزي ما قلنا المشروع ومتميز في كل شيء، زي ما قلنا متميز في المساحات، متميز في التصميمات. احنا بنقول شقه 77 متر اوضه نوم، طب ما فيها حمامين مثلا، ده برضك وفيها مساحه مهمه. 77 متر 77 متر مش موجوده اصلا، واخد بال حضرتك. فكل شيء مميز. بقول لك فيلا 500 متر على الدور 19 و20، الفيو هيبقى عامل ازاي؟ وفيها حمام سباحه صغير كده في الدور ال 19 في الفيلا. فكره السكاي فيلا دي، السكاي فيلاز دي وهي مش سكاي فيلاز الحقيقه، هي يعني دوبلكسز في دور، لانه سكاي فيلا يعني اتسمت كتير، انما ده موضوع مختلف. تمام. الخدمات، العيشه، الدنيا، يعني انت لما يبقى عندك شبه نادي مصغر خاص بيك تحت، تنزل تسيب ولادك في كيدز اريا، تنزل تاخد قهوه، تنزل تاخد ولادك وتنزل البسين بتاع الكومباوند اللي انت عايش فيه. هو كومباوند بس رأسي،
يعني المالك مش هيبقى محتاج ان هو يخرج بره. عندك كل خدماتك هنا، عايز تخرج بره انت 5 دقايق بقيت في داون تاون، في حتى لو عايز تروح العلمين ديزينيا بقيت في كذا، تروح العلمين اقل من ساعه وزايد بوابات زايد في الساحل. يعني في الساحل انت بتطلع من المشروع ده بالظبط 30 كيلو بقيت في سيدي كرير على هاي واي 6 حارات اللي هو المحور الجديد. تطلع من عندي بقيت 1.5 ساعة بقيت جوه زايد في القاهرة. اللوكيشن هو الحمد لله، يعني ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، انه المشروع ده كان اختيار جيد، لانه فعلا من اميز المشاريع اللي موجودة في اسكندرية ويمكن في القاهرة. يعني مفيش مشروع زي ده موجود في القاهرة. انت عارف ان احنا بنتكلم على بحيرة ماريوت دي في اكتيفيتي كتير هيتعمل عليها اصلا. دي آلاف الفدادين، دي ملهاش اخر، دي بحيرة طبيعية وفي مشروع تطوير ضخم جدا ليها ليه قدام ووتر فرونت بقى اللي هو المارينا وكورنيش جديد والجزيرة والمونوريل. في قصة كبيرة جدا، ده هتبقى موضوع أنا في مختلف. معلومة وصلت لي ان هيعملوا محطة المونوريل في الجزيرة جوه المية بالظبط يعني قدام الووتر فرونت بالظبط. مظبوط. دي هتبقى عاملة ازاي؟ مظبوط. لا في موضوع كبير جدا، وبالتالي زي ما بقول لك كده الحمد لله ربنا وفقنا، ويعني بإذن الله تبقى كويسة إن شاء الله. احنا كنا مبسوطين جدا. حضرتك طمنت الناس بالمشروع، قد ايه انتوا هتعملوا حاجة مختلفة في اسكندرية مش موجودة. وكمان بس في نقطة احنا ما اتكلمناش فيها مستر وليد، احنا بنقسط على فترات. يعني انا سمعت ان احنا بنقسط على 10 سنين ده بالظبط، وده يعني كان عندنا تميز ده مش موجود. عندنا أنظمة بيع مختلفة اللي كنا شغالين بيها من أول ما ابتدينا، بتوصل لغاية 10 سنين. بتوصل لحد يعني 10 سنين. برضك النظام ده تميز في حد ذاته. والله بص، هي في الآخر عملية مرونة. يعني احنا سيبك من نظام البيع، احنا بيجي لنا عملاء كتير جدا واشتروا مننا فعلا، عندهم ظروف معينة، عندهم أنظمة معينة، هو حابب واحنا عندنا حسبة معينة خلاص، ومرنين مع كل الناس. يعني ده في مرونة فالأنظمة شيء، والتنفيذ اللي بتنفذه على أرض الواقع شيء. ناس ليها ظروف، ناس ليها دخل بيجي في حتة في وقت معين، ناس ليها فالدنيا يعني بنتعاون مع الناس، لأنه اللي فاهم المشروع وجاي بيبقى بجد عايز يشتري. صح خلاص. فأنت ما بيبقاش عندك عميل عايز يشتري فعلا وعنده الإمكانيات المادية بس جدوله مش نافع، لا ما ينفعش، احنا نظبط نفسنا على جدوله يا سيدي. مستر وليد، أنا سعيد جدا بلقائي بحضرتك النهاردة، وتشرفت جدا 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 بوجودي مع حضرتك وباللقاء الجميل جدا اللي احنا اتكلمنا فيه، وطمنا الناس بمشروع ووتر فرونت وبشركة سيف ان هي هتعمل حاجة في صواري مش موجودة فعلا في اسكندرية ولا في القاهرة ولا في مصر، ان في اختلاف كبير جدا من رؤية مش مهندس علي في موضوع ووتر فرونت او في مشروع ووتر فرونت اللي هو بيتعمل حاليا بقوة جدا، برجوع قوي جدا للسوق في صواري، وبإذن الله يبقى رجوع قوي والمشروع يحقق اعلى المبيعات في الفترة القادمة. انا طبعا بشكركم، وانتوا كشركة اونلاين يعني انتوا شركاء معنا في كل شيء، يعني واحنا بنتشرف بيكم، فرصة سعيدة جدا. انا اسعد مستر وليد، انا اسعد.